السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم اليوم جينا راح نقدم لكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري. اليوم جينا نتكلموا على القرعة تاع كأس العالم 2026 اللي راح تقام في شهر 12 جوان. ما بقالهاش بزاف، يعني ما حواليكش ما 6 شهور هكذاك، ما بقالهاش بزاف الكوب دي موند. راح تكون في كندا، مكسيك، الماريكان. المهم كيما شفنا في القرعة الجزائر طاحت مع الأردن والنمسا والأرجنتين، بطل العالم يا ناس الأرجنتين. كي تقول الأرجنتين قول ميسي، قول مارادونا، قول ديبول، الفاريز، لوتارو. عندها لاعبين صراحة ممتازين. الأرجنتين عندها لاعبين صح ممتازين. شغل دخلنا في الشوق ديريكت مع الأرجنتين. الناس قال لك نحطونا الماتش الأول قالنا نلعبو مع النمسا مع الأردن كدا تجي حلوة، كون فاهمين. شغل دخلنا في الشوق ديريكت. صاري لك تعود صايم وتاكل الصفيطي ديريكت. شغل دخلت في الشوق ديريكت. شغل شفت كي تعود صايم ويعطوك الصفيطي تاكلها كيفاه يصرالك المعدة تاعك تتكولك. شغل تدخل في الشوق. حنا هكذاك راه صارينا مع منتخب الأرجنتين. المهم ربي يستر وخلاص مع منتخب الأرجنتين. هذا واش راح نقول. ماتشي تلعب على 3 تاع الصباح في الصيف، يعني كثروا القهوة هذيك المرة باه ما تنعسوش ما بين الشوطين، باسكو سا ديبون. شغل تتفرج الشوط الأول، الشوط الزوج تقول نتكا شوية تجيك هذيك النعسة هذيك وتلقى روحك راقد، تلقى روحك نايض على 10 تاع الصباح. هاكم شايفين خاوتنا. المهم منتخب الأرجنتين نديرو معاه النيل، رانا ملاح من الاخر. دير مع منتخب الارجنتين النيل راك مليح. دير معاه النيل راك قدمت مباراة خيالية من الاخر. باسكو من الصعب راح نربحو منتخب الارجنتين. ما تجيش تقول لي نربحوهم وقادرين وكذا. هما راهم ديجا ما بطل العالم، ما تقدرش شغل كيفاه تربحو من الاخر. شغل صراحة الأرجنتين قاويين علينا تاكتيك مو فيزيك مو بدنيا، قاويين علينا الأرجنتين. شغل مكانش كيفاه راح تربح منتخب الأرجنتين. شغل نقدروا نربحوهم، يعني احنا عندنا ثقة في المنتخب تاعنا. عندنا جوار، كاين عمورة، كاين هذاك بركان، كاين اللي راه في كاس العرب، كاين بولبينا، كاين ثاني وش يقولوا له حاج موسى بن ناصر بوداوي. راه عندنا كومة من اللاعبين الله يبارك. كومة تاع لاعبين. شغل كون نديرو شوي حرارة قادرين نربحو الأرجنتين. قادرين انا قلت صح ماناش قادرين وكذا، بصح بالحرارة ان شاء الله نقدروا لها. منتخب الارجنتين شغل قادر تربحو. هاي السعودية اللي ربحناها حنايا 2-0، ربحت الارجنتين في كأس العالم، ربحتها على ما اعتقد. شغل الارجنتين مش هذاك المنتخب البعبع هذاك القوي هذاك. شغل كنت تشوف ما بين المنتخب الارجنتيني وما بين المنتخب الاسباني رانا مليح لي ما طحناش مع المنتخب الاسباني ولا المنتخب البرازيلي. ولا شفت المروك كيف طاحت مع البرازيل، على بالكم طحنا مع البرازيل على بالك يكسلونا من الاخر، يعطونا طريحه البرازيل. شغل البرازيل ما. المهم خاوتنا، والمباراة الثانية راح نلعبوا مع منتخب الأردن. منتخب الأردن منتخب محترم صراحة. شغل منتخب الأردن منتخب يعني قادرين نربحوه بكل سهولة من الآخر. مش هذاك المنتخب البعبع هذاك شغل يخلعك والله كذا. ولا منتخب الأردن منتخب متواضع. وما منتخب النمسا اللي راه الناس يقول لك ما نربحوهمش وكذا، قادرين نربحوا منتخب النمسا صراحة. منتخب النمسا ثاني قادرين نربحوه. يعني ما النمسا عندهم شكون؟ عندهم دافيد ألابا، عندهم صح جوار محترفين. كاين جوار يلعب في نادي ريال مدريد، كاين هذاك الجوار نسيت واش اسمه.
المهم جواري يلعبوا في لوروب محترفين، حنا ثاني عندنا جوارة محترفين، عندنا عمورة، عندنا نديرو الثقة برك، الثقة في النفس لازم نديروها. وثاني حاجة خاوتنا لازم نهدر هاك شغل بعاطفة، قلتلك بعاطفة، نهدر هاك شغل بحيادية من الاخر. لازم اللاعبين الكبار في السن واللي ما يقدموش المستوى لازم يستدعيهمش بكل احتراماتي ليهم، يعني يا شغل لاعبين الكبار في السن كيما اسلام سليماني وكيما محرز، ونقدر نقولك ما تستدعيهش باسكو هادو جوارك شغل خلاص شغل كبروا في السن من الاخر. جيب لي جواره شبان يلعبوا في الكوب دي موند، كوب دي موند شغل لازم لها جواره قويين بدنيا من الاخر. كوب دي موند مش كوب دافريك، ولا راك لازم تكون قوي فيزيك مو بدنيا تاكتيكيا، لازم تعرف كيف تسير المباراة لازم. وإحنا ثاني وش راح نقول لكم ثاني خاوتنا الحاجة الأخرى، لازم ما نديروش الضغط على المنتخب الوطني في كأس العالم خاوتنا. لازم ما نديروش عليهم الضغط، لازم نخلوهم يلعبوا بكل اريحيه. لا جاو نخسروا المباراه الاولى مع الارجنتين لازم ما نديروش عليهم الضغط اخوتنا، خلونا من هذيك تاع الانتقادات بزاف، خلي المنتخب يلعب في راحته. الجوار راهم كي يتلقاو ضغوطات راهم ما يقدروش يلعبوا صراحه. وان شاء الله يكونوا حاضرين، الجاليه الجزائريه ان شاء الله تكون حاضره في تكساس في الماريكان، ان شاء الله نروبلوها في الماريكان من الاخر. شغل احتفالات كذاك شغل راكم فاهمين، راح تكون امبيونس كبيره في الماريكان. المهم خاوتنا كثروا القهوه والتاي، دوكا 12 جوا والله تلحق كوب دي موند، عودوا كثروا القهوه والتاي من الاخر. باسكو الماتش على 3 تاع الصباح راه مش ساهله خاوتنا، كاين اللي يصبح خدام، كاين اللي كذا، راكم فاهمين. شغل ماتش على 3 تاع الصباح شغل ما شغل صح، شغل تحس بهذيك المتعة وكذا. وثاني الحاجة الأخرى نقولها لكم خاوتنا، المنتخب الأرجنتيني لازم نلعبوا له 5 ديفونس، شغل لازم نلعبوا له 5 في الدفاع من الآخر. باسكو لازم تلعب على الكونتر باسكو باه تطلع، باه الجوارة يطلعوا كل وكذا ويلعبوا الفوق وكذا، وشغل تلعب بخطة هجومية كيما نقولوا لحنا، شغل صعيبة من الآخر مع الأرجنتين. شغل قادر على باليش غلطة رحت فيها من الآخر، على الأقل كي نلعبو الديفونس رانا منعنا شوية، راكم فاهمين. المهم خاوتنا دعمونا في ذي القناة فضلا وليس أمرا، ديروا جيمو أبوني خاوتنا، فرحونا برك في ذي القناة. عجبك الفيديو دير جيمو أبوني، ما تبخلوش علينا برك، هذاك مكان خاوتنا. وراح نعودو نقدمو لكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري. وتهلاو في رواحكم خاوتنا، وان شاء الله نروحوا الابعد حتى في كأس العالم، ان شاء الله الربع النهائي، ان شاء الله نصف النهائي، هذا واش نطالبوا هنا. المهم خاوتنا في النهاية راح نعطي لكم التوقع تاعي، اسكو نطلعوا للدوزيام تور ولا ما نطلعوش. التوقع الاول الجزائر مع الارجنتين، الارجنتين راح تربحنا ب2-1. مباراة الجزائر مع النمسا راح نربحوها ب1-0 بصعوبة وشفوع على كلامي ياه. والمباراة تاعنا مع الأردن راح نربحوها 2-1. هذا هو التوقع تاعي، ونكاليفيو للدوزيام تور بإذن الله. وشفوع على كلامي ياه، شفوع على كلامي مليح مليح. والسلام عليكم.